المباراة الودية على الأقل يريد تصور حسن في أذهان جماهير الهلال، يريدهم أن يروا تصور جيد عن نادي الهلال من خلال هذه المباراة الودية قبل أن ينطلق الموسم السعودي. على كل حال درجة الحرارة هنا في الرياض ليست الدرجة المناسبة على الإطلاق، على اعتبار أن درجة الحرارة الآن في الرياض 40 درجة مئوية، وبالتالي ليست هي الدرجة المناسبة لأن نشاهد فيها مباريات كرة القدم. ولكن بلا شك أنه هناك أجواء تحاول أن تعدل الجو. هذه الكرة لمحمد الشلهوب، ينطلق بكرة، أول محاولة موجودة الآن على الجهة اليسار من جانب نادي الهلال، ملعوبة عرضية باتجاه حارس المرمى بعد أن كانت الانطلاقة عن طريق ناصر الشمراني. ناصر متعرف على أسرار الشباب، المفردات تضيع وتهيم والشباب لا يضيع، بل من يضيع دفاع الهلال، ويسجل الشباب هدفه الأول في المباراة بواسطة كواك تايهي. كواك تايهي يسجل الهدف الأول في المباراة. إذن ينجح الشباب أولا في التسجيل وعملية التسجيل في هذه المباراة، أمر لا يروق لهذا الرجل سامي الجابر أن يسجل أولا الشباب. ومن دقيقتين ونصف مع بداية شوط المباراة الأول ينجح الشباب في عملية التسجيل عن طريق كواك تايهي، 32 سنة لهذا اللاعب المدافع الكوري الجنوبي، أحد نجوم أولسن الفريق المذهل والفائز بلقب آسيا في النسخة الماضية. هو يدخل إلى جانب فريق يخوض منافسات مهمة في بطولة آسيا. هزازي من اخترع الهجمة الماضية، هزازي من أوجد الخطر بالهجمة الماضية بعد أن لعب كرة رأسية عادت مرة ثانية لصالح الشباب، ليتمكن الشباب من تسجيل الهدف الأول وسط خط جانب بعضها. هذه كرة ملعوبة طويلة لصالح الشباب على الجهة اليمين، ملعوبة عرضية وهزازي بالراس، لكنها مرت إلى خارج أرض الملعب. هي لعباته، هي لقطاته، هي كراته هزازي، لكن الكرة لاحظ مرة ثانية لصالح نادي الشباب بعد يسارية ملعوبة طويلة جدا من ناصر الشمراني، كانت بعيدة كل البعد لتصل إلى ضربة مرمى في الياردات الستة. عبد الله السديري أعتقد أنه أخطأ في أكثر من حالة في هذه المباراة. هذه كرة عرضية لا يمكن أن تبعد بهذه الطريقة. الركنية ملعوبة إلى منطقة الجزاء، إلى محاولة، يا سلام يا سلام، الكرة إلى خارج أرض الملعب، محاولة جدا رائعة للشباب، كاد أن يخطف فيها هدف ثاني، لكن الكرة طلعت لخارج أرض الملعب لضربة زاوية. رايق جدا ميشيل برودوم، ولا عند فرناندو مينيغازو عليه ضغط من أكثر من لاعب، لذلك تعود الكرة للهلال مجددا. نواف العابد يلعب الكرة على الجهة اليمين إلى ناصر الشمراني الذي يلعب بقميص الفريدي 15. العابد، الله، عاد الكرة الثابتة لرافينيا. رافينيا اللاعب رقم 7 يلعب كرة ثابتة تلتف على طول إلى عبد الله السديري بقبضة اليد، والكرة إلى خارج أرض الملعب لتصل لخارج أرض الملعب لضربة مرمى. ومعها أيها السادات والسادة متابعين الكرام من كل مكان جاءت الصافرة من حكم المباراة ليعلن فيها عن نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي هدفا لهدف. سجل كواك تايهي أولا للشباب.